بس المعلم حلاوة طبعا بيشوف إن المهندسين دول بيعملوا إيه يعني، وإنه بيعمل أحسن من المهندسين. ليه شركة الغاز بتوصل الغاز من على السلم مش من ورا؟ أحيانا شركة الغاز بتخاف على رجالتها وغالبا بيستسهلوا، لأن تركيب الغاز من منور بيحتاج سقالات وسيفتي وليلة كبيرة، أما من على السلم ما بيحصلش كده. ولأن المفروض وقت بناء المبنى أو العمارة دي بتروح لمهندس، والمهندس ده المفروض إن هو فاهم ويعمل لك مخطط يستوعب توصيل الغاز من منور. بس المعلم حلاوة طبعا بيشوف إن المهندسين دول بيعملوا إيه يعني، وإنه بيعمل أحسن من المهندسين. وعند توصيل الغاز بنشوف مهزلة ومواسير الغاز اللي بتشرفك قدام ضيوفك في الريسبشن، وكذلك المعلم حلاوة برضه ما يعملش حساب تركيب التليفونات والدش، ده غير مشاكل الصرف والتكييفات والسمارت سيستم واغلب الحاجات دي. يعني دي حاجات المفروض بتتعمل من وقت التخطيط للمبنى. فلو هنيجي لشركة الغاز هنا، الله يكون في عونهم اللي بيشوفوه. اللي جاي ملوش زي.